النهاردة هنتكلم على حاجة الدنيا كلها متلخبطة فيها وفيها مشاكل في طريقة العرض. ايه هي؟ الفرق ما بين الاكوزاتيف والفرق ما بين الداتيف. انا كتبت لك او لخصت لك شوية معلومات، يعني فيديو النهاردة عبارة عن معلومات بتعرفها. المعلومات دي هتسهل عليك ان شاء الله الشرح المرة اللي جاية هنكمل عليه. هتبدأ تفهم هو يعني ايه اكوزاتيف، او ان انا ابدأ الموضوع يبقى سهل بالنسبة لي، اعرفه مفيش مشاكل بعد كده. فخلينا نكمل العناصر او نشوف العناصر اللي احنا كاتبينها. المهم الاكوزاتيف هو المفعول به في الالماني. طب جبت التايهة؟ اه جبنا التايهة. الاكوزاتيف في الالماني مفعول به بس. الداتيف كمان مفعول به، يعني الاكوزاتيف مفعول والداتيف مفعول، ونشد بلاستر ما اسمعش مفعول مباشر وغير مباشر. مفعول مباشر وغير مباشر دي ليها تكنيك وتخطيط تاني، لكن انا النهارده بقول لك يعني ايه مفعول به في الالماني اكوزاتيف، يعني ايه مفعول به في الالماني كمان داتيف بس. ادي اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، الماني. طيب، المعلومه اللي تعرفها بعد كده، خليني اكملك القرايه عشان تبقى ماشي معايا بالترتيب. كل الافعال هتيجي مع الاكوزاتيف، كل الافعال. انا شفت كميه فيديوز وانا لسه طالبه في الجامعه بيقول لك افعال مع الاكوزاتيف لغايه النهارده، ناس بتشرح كوبي بيست بدون اي تعديل او تبسيط للمعلومه، يقول لك افعال الاكوزاتيف. ما هي كل الافعال اصلا اكوزاتيف، ايه اللي افعال الاكوزاتيف؟ هو الحاجه اللي بيعملها لك مشكور انه بيجيب لك بايشبيله او فيرب mit اكوزاتيف، يعني بيجيب لك امثله على افعال الاكوزاتيف، مجرد امثله. لكن ما فيش حاجه اسمها افعال مع الاكوزاتيف وافعال مع الداتيف. ده اللي عامل لك لخبطه، ده اللي عامل لك مشاكل، لانه افعال الاكوزاتيف انت مش هتقدر تجمعها، ده كتير. ده الالمان نفسهم بيزاولوا منها. اتفرج على فيديوز ايزي جيرمان، كتير ناس مش عارفه في الجراماتيك، كتير ناس مش عارفه الاكوزاتيف، كتير ناس مش عارفه الداتيف، بس بتعرف تتكلم زي ما انت بتتكلم مصري او بتتكلم سوري او بتتكلم فلسطيني او اردني او ايا كانت اللهجه اللي بتتكلم بيها، كل الدول طبعا. بس بتتكلم عربي، كلنا لغه عربيه، المغرب، تونس، الجزائر، الدول الجميله دي كلها بتتكلم عربي. انا لو سمعتهم ما بفهمش. انا الناس معايا في الكورس من المغرب بتكلمني سوري عشان افهم لهجة سوري، وهي كلها مندرجة تحت اللغة العربية. ما تعلموش قواعد اللغة العربية. يعني ايه ما تعلموش قواعد اللغة العربية؟ يعني هو ربنا خلقهم عاشوا في بيئة بيتكلموا اللغة، فابتدوا ان هم يتابعوا ويكرروا ويسمعوا ويعيدوا، والحدث بيتكرر يعني قدامهم كل يوم، فتعلم اللغة. فنفس الفكرة عاوزاك تتعامل مع الألماني وانت بتدرسه او بتتعامل معاه يعني. فما توجعش دماغك بفكرة ايه افعال اكوزاتيف وافعال داتيف. فابتدي اجيب لك فيديو ادي كمية الافعال اللي تحفظها لي للاكوزاتيف وادي كمية الافعال اللي تحفظها للداتيف. الكلام ده ايه؟ مش صحيح بنسبة كبيرة، بلاش نقول لك غلط قوي يعني، بس هو مش صحيح. هي مجرد بايشبيلة او امثلة عشان تبقى فاهم الصورة. انا بجيبها لك بس ما تحفظش ده كله، لا. شوف اللي بيتكرر معاك في التكست، شوف اللي بيتكرر معاك في النصوص، انت تعرفه لوحدك. يبقى ما فيش عيب ان انا هحفظ افعال الاكوزاتيف، مش هتعرف. واصله الفكره. الالمان نفسهم زي ما انا قلت لك ما يعني مش حافظين الافعال دي كلها، هم بيشوفوا كل حتى يعني مثلا الشمال غير الجنوب غير الوسط، كل منطقه ليها كلمات وتعبير معينه، زي ما احنا لينا كل برضو دوله ليها دنيتها. فاهمين الفكره ازاي؟ فده اول حاجه عشان ما نطولش في الشرح بتاعها. يبقى كل الأفعال بتيجي مع الأكوزاتيف ما عدا مجموعة صغيرة من الأفعال بتيجي مع حاجة تانية اسمها داتيف. طب أنا ليه بشرح حاجة اسمها كده أو بقولك معلومة زي كده؟ لو واحد مبتدئ خالص أنفنج أو أول مرة يسمع حاجة زي كده، يا سيدي أنا بقولك الأكوزاتيف والداتيف مفعول به وشد بلاستر خلاص، لغاية ما نيجي بوقتها وهنضيف لك معلومات تانية عليهم إن شاء الله. لو أنت عندك الخلفية وعندك المشكلة إنه أنا درست الكورس ومش فاهم يعني إيه أكوزاتيف ويعني إيه داتيف، حط قدامك المعلومة. كل أفعال اللي ربنا خلقها في الألماني أكوزاتيف، ومجموعة صغيرة من الأفعال بتيجي داتيف، دي اللي أنا أبدأ أدرسها. ادرس المجموعة الصغيرة. أنا بقولك أنت معاك 200 كورة، منهم مثلا 175 كورة مدورة، ماشي، والباقي كور كده مثلا ايه، بيضاوية او يا سيدي اي شكل اي حاجة.
كور حمراء وكور صفراء، 175 حمراء والباقي اصفر. هتحفظ الاصفر او تطلع لي الاصفر، مش هتاخد ال 175 الكميه الاكبر. واصله لك الفكره؟ انا بحاول اقرب لك الصوره. فافعال الاكوزاتيف كل الافعال بتيجي اكوزاتيف، ما عدا زي ما اتفقنا مجموعه صغيره بتيجي داتيف، ودي مش موضوعنا ايه دلوقتي. حتى انا كاتبالك، انا دايما عندي حته ايه، بكلمك بالكتاب عشان تفهم يعني، ويا ريت الدنيا ماشيه كويس. المهم نكمل اللي بعد كده. الداتيف والاكوزاتيف الاتنين مفعول به عادي جدا، تمام. والاتنين بيجي معاهم حروف جر، لانه في ناس بلاقيها بتقول لك الاكوزاتيف هو مفعول به والداتيف هو المجرور. يا حبيبي دي حالة من حالاته، او انت جبت كده بايشبيل عليه، او زاتس من الزاتس اللي احنا جبنا فيها الداتيف. يعني هو بيجي مجرور، وكمان الاكوزاتيف بيجي مجرور، ده مجرور وده مجرور، وده مفعول به وده مفعول به، فما توجعش دماغك. واضحة الفكرة؟ سيبك من معلومة المفعول المباشر اكوزاتيف بس، والغير مباشر داتيف، لان ده موضوع تالت خالص مش وقتنا دلوقتي، تمام. انا بحاول اقرا لك المعلومات، انا كاتباها لك علشان حتى الناس اللي عايزه تاخدها سكرين، امتى اقول مفعول مباشر وامتى اقول مفعول غير مباشر. انا مش كاتباها لك كده، بس اقولها لك على السريع. مفعول المباشر والغير مباشر لما اجي اقول لك انا اعطيت فاطمه هديه، او اعطيت فاطمه شوكولاته او ورده، خليها ورده ولا شوكولاته، خلينا في الشوكولاته يا عم، انا عايزه اكل شوكولاته. يبقى انا اعطيت فاطمه شوكولاته، انا اديت ايه لفاطمه، الشيء اللي اديته لفاطمه هو ده اسمه المفعول المباشر اكوزاتيف. كلمه ليه فاطمه، ليه كذا، هو ده الجر والمجرور اسمه مفعول غير مباشر. هي دي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، لما بيكون في zwei Objekten، في مفعولين، ببدأ أقول واحد مباشر وواحد غير مباشر. زي في اللغة العربية، الناس اللي فاهمة نحو في اللغة العربية مش هنعرف، بس يعني خليك معايا. في اللغة العربية كنا بناخد في التوجيه أو في الثانوي، جعلت البرتقال عصيرا، بنطق باللغة العربية الفصحى، جعلت البرتقال عصيرا. أنا اللي جعلت إيه اللي هي جعلت، يعني المصريين عشان ما يتوهوش مني، جعلت البرتقان عصير. فالبرتقان اسمه مفعول به أول، عصير اسمه مفعول به ثاني، لأنه الفعل جعل من الأفعال تتعدى مفعولين. فعندي نفس الفكرة لما أجي أشرح لك بقية الأفعال، هيبقى في عندي حاجة في الألماني أفعال بتاخد أو بتتعدى المفعولين، اللي هي zwei Objekten، Verben mit zwei Objekten، يعني أفعال يجي معاها مفعولين، فبنقول ساعتها واحد مباشر وواحد غير مباشر. واضحة الفكرة؟ لكن في الطبيعي جملة فيها مفعول واحد، يا هيكون اكوزاتيف يا هيكون ضمير. امتى يكون اكوزاتيف وامتى يكون ضمير؟ اقرا العروض لغايه ما ان شاء الله ربنا يكرمك. النهارده هنكمل الاكوزاتيف. الاكوزاتيف انا بشبهها لك بحاله الحرب. افتكر الفنان يوسف الشريف، احنا دلوقتي انا بسجلك الفيديو ده في رمضان وقت عرض المسلسل فن الحرب، هنستلفه منه. هناخد الحرب الرجاله بس اللي بتحارب، سيبك من الحرب اللي شغاله دلوقتي، انا عارفين حرب غزه وحرب السودان، الله يا رب يكون في عونهم ويقويهم على ما بلاهم. ولكن الطبيعي انه الحرب العاديه، يعني إنه مش الناس بتبقى مقهوره كده، لا، يعني لو حرب بين طرفين في يعني واضحة الفكرة، يعني في سلاح هنا وفي سلاح هنا واتنين بيحاربوا، تمام. فالطرفين بيكونوا الرجالة هم اللي بيحاربوا، يبقى الحرب رجالة هي اللي بتحارب. السيدات أو النساء أو النسوان، كلمة جميع اللهجات، مشكورين ما بيحاربوش. الأطفال مشكورين ما يحاربوش. كبار السن، العواجيز، جمع الختيار ايه معرفش، خواتير، اكتبوها لنا انتوا بقى. المهم يعني كبار السن ما بيحاربوش. فنفس الفكرة طبقها كده، خليك ايه الدنيا بذكاء. انا عندي اهو كاتبه لك دي فين الاكوزاتيف زي حالة الحرب، وفي الحرب الرجالة بس هي اللي بتحارب، الستات ما تحاربش، الاطفال ما تحاربش، كبار السن ما بيحاربوش. طب تعالى طبق القاعدة، ادي الحرب وادي الاكوزاتيف. حلو حلو. ننزل سنة. انا بقول لك الرجالة هي اللي بتحارب صح، الرجالة هي اللي تحارب، الرجالة عاملين مشاكل، فالرجالة هي اللي هتحارب. الرجالة بالنسبة لي هي كلمات المذكر، الستات همثلها بالكلمات المؤنثة، الأطفال همثلها بالكلمات المحايدة، كبار السن طبعا بالكلمات الجمع. ده تطبيق قاعدة الأكوزاتيف. يعني إيه أكوزاتيف وأطبقه إزاي؟ تطبيق القاعدة
انه انا لو عندي كلمة مذكرة في الطبيعي لما بتخش حالة الحرب يعني تكون مفعول به اكوزاتيف، خلاص هغيرك، بدل ما تكوني كلمة مذكرة الارتكل بتاعتك ديع هتتقلب الدين. افتكر الحرب دم. يا رب الفيديو ما ياخد بلوك بسبب الكلمات اللي احنا بنقولها. بس الحرب في دم، رجالة تتضرب وتضرب، تعور تتعور، في دم طلع، فالداع تتقلب لدين. حلو التشبيه والدنيا جميلة. الستات في حالة الحرب زي بعد الحرب، ما قبل الحرب زي ما بعد الحرب، قبل وبعد واحد، يبقى دي هنا هي دي هنا. الدس قبل الحرب هي نفسها بعد الحرب. تقولي هو ايه الحرب ومش الحرب؟ قبل الحرب اللي هي حالة النوميناتيف، يعني الكلمة في أداتها الطبيعية بدون إضافات بدون تغيير. تمام. لما بتخش حالة الحرب يعني ايه؟ يعني الكلمة بقت اكوزاتيف، بقت مفعول به. ده هنبدأ ناخد عليها أمثلة إن شاء الله واحدة بواحدة. ادي النوميناتيف وادي الاكوزاتيف. حالة النوميناتيف اهي، الداع تتقلب لدين. افتكر الدم، داع تتقلب لدين. الدي هتبقى زي ما هي، حتى ملونها لك نفس اللون، هنا زي هنا. الداس محايد هتبقى هنا داس محايد، مش هتتغير. تمام. هنا الدي بلغال هي الدي بلغال. البي ال يعني اختصار لكلمة بلغال، يعني جمع، عشان نفرق ما بين الدي المؤنثة اللي باللون الوردي أو الزهري دي، تمام، أو بنفسجي. فالنوميناتيف هي حالة الفاعل، يعني كلمة في جملتك فاعل، والأكوزاتيف هي كلمة في جملتك مفعول به. اتفقنا إنه المفعول به هشبهه بحالة اسمها حالة الحرب. حالة الحرب كلمة مذكرة دخلت بقت مفعول به أكوزاتيف، الدي هتتقلب لدين، وأنا شبهتها لك وقلت لك الرجالة تحارب، دخلت الحرب، الدي اتقلبت دين. طيب المؤنث هنشبهها بالستات، الستات ما بتحاربش، يبقى الدي في النوميناتيف هتفضل دي في الاكوزاتيف. الداس كأنها أطفال، كأنها مثال للأطفال، يعني على أساس داس كيند. واضحة الفكرة؟ فالكلمات كل الكلمات اللي الارتكل بتاعها داس في النوميناتيف هتبقى هي نفسها شكلها في الاكوزاتيف، داس هنا داس هنا اهو. الداس اهي الداس اهي. كبار السن، يا عم احنا ناقصين عبء زيادة. في حالة النوميناتيف هي نفسها حالة الأكوزاتيف، الدي بلغال هنا هتفضل بنفس شكلها مش هتتغير. حلو. دي الفكرة اللي أنا حبيت إن أنا أوصلها لكم، أو اللي أنا حبيت إن أنا أقرب لكم الصورة يعني بالطريقة دي، عشان تبقى إيه، مميزة، وتبقى وأنت بتذاكر بروح حلوة كده، مش عندك عبء يعني على حياتك. طيب تعالى لي بقى في الأكوزاتيف، ده اللي هنبدأ إن احنا إن شاء الله هندوس عليه. انت لغايه دلوقتي قلتي لي الفكره بتاعت الحرب والاكوزاتيف وكده، وكلام جميل، وعرفتيني شكل القاعده. الشرح اللي انا شرحته لك قلت لك الدال بتتقلب لدين، وقلت لك الدي فايبلش او فيمينين، او المؤنثه بتفضل هي نفسها دي فايبلش او فيمينين او مؤنثه. والداس نويتغال وده زيشلش، الكلمات اللي انا بقولها دي يعني محايد. زيشلش نويتغال يعني محايد. الداس محايد، هتفضل زي ما هي محايد مش هتتغير، هتفضل بنفس شكلها يعني داس. الدي بلوغال او جمع هتفضل بنفس شكلها دي بلوغال. خلاص بس قلنا ان الدي هي بتتقلب لايه، لدي. طيب تطبيق القاعدة دي اسمها بشتمت ارتكل. تعالى لي كده، انا كاتبه لك بقى تطبيق الاكوزاتيف ده هيكون عندك شكله ازاي، او ايه الحاجات اللي هبدأ اشتغل عليها اكوزاتيف. فعندك حاجة اسمها بشتمت ارتكل، يعني ادوات المعرفة. ادوات معرفة اللي هي الدا والدي والداس تتقلب لدين، والدي تفضل دي، مش لازم اكتب الكلمات دي وخلاص. ها، الدا والدي والداس تتقلب لايه، لدين، والدي تفضل زي ما هي، والداس تفضل زي ما هي، والدي بلغة تفضل زي ما هي. الأون بيشتمت أعتقد اللي هي أدوات النكرة، اللي هي الأين والأينن تتقلب لأينن، والباقي يفضل زي ما هو. البوسيسيف أعتقد اللي هي الماين والداين والزاين والإيا والأويا والأنثى لغاية الآخر. تمام، ده البوسيسيف. نيجاتيون أعتقد يعني النفي بكاين. كاين هي كأنها أداة النكرة، كأنها أين بالظبط، انت بس حطيت حرف الكاف الأول. تمام. فدي برضو دي الحاجات اللي بنطبق بيها الاكوزاتيف، يعني دي الحالات اللي انا هبتدي اشرحها او ان انا هشتغل عليها، انه في القاعده دي بيجي معاها اكوزاتيف. يعني شكل قاعده المفعول به، او الكلمه لما تكون مفعول به اكوزاتيف بتكون مثلا اداه معرفه، دي داس تتقلب لدين، والباقي يفضل ثابت. طيب الاون بيشتمت ارتكل اللي هي ادوات النكره، الاين مذكر تتقلب لاينن والباقي يفضل ثابت. طب انا مش فاهم انت بتقولي ايه،
هنشرحهم بواحدة بواحدة. بس خليني اقول لك انه المفعول به تأثيره بيظهر على الحبة دول في الآ اينس. هنبدأ نقسمهم كده: الآ اينس او الاي 1. ما خلاص ما ينفعش اقول اي 1، خلاص كبرنا. آ اينس خلاص انا شرحت الارقام صح، يبقى آ اينس عادي اللي هو كده. تمام. يبقى دي ادوات المعرفة، هنا ادوات النكرة، هنا ادوات الملكية، مش ضمائر ملكية. انتبه لحاجة زي كده وخلي بالك وصحصح. لو قلت ضمير، الضمير بيحل محل الأداة بالاسم. يعني بتحذف الأداة وتحذف الاسم وتحط ضمير، ما تروحش تقول لي ضمير ملكية، هتتلخبط ما بين ضمير الملكية وضمير الشخصي والضمير المنعكس، فهتبدأ تتوه، انت بتتوه نفسك بالمصطلح الغلط اللي انت استعملته. لا، انا بقول أداة معرفة، أداة نكرة، أداة ملكية، أداة النفي كاين. كل أداة من دول لازم يجي بعدها اسم، والاسم ليه أداة، والأداة هتخش في حالة إعرابية، يا إما تكون نوميناتيف يا إما تكون أكوزاتيف. هنشرح احنا الأكوزاتيف إن شاء الله. بعد كده تاخد البيرسونال برونوم. البيرسونال برونوم اللي هي الضمائر الشخصية، اللي هي الإيش تتقلب لمش، الدو تتقلب لدي، الإيه اللي هي مذكرة تتقلب لإين، الإس بتفضل زي ما هي إس، والزي الزي زنجولا أو المفرد، والزي بلوغال الجمع اللي هي هما، والزي غزبكت أو حضرتك، التلاتة بيفضلوا زي ما هما في الأكوزاتيف. دي اسمها بيرسونال برونوم ام أكوزاتيف، دي برضه هنشرحها. بعد كده بغيبوزيسيون حروف الجر. الله، هو احنا قلنا الاكوزاتيف مفعول به، ازاي مفعول به وتجيبي لي معاه حروف جر؟ اقول لك ما هو يعني صلي على النبي في قلبك عليه افضل الصلاه والسلام، ولو كنت مسيحي صلي على النبي برضه في قلبك، زي جو موسى ما هو بيقول كده بالظبط. الدنيا حلوه يعني. فالاكوزاتيف بيجي معاه 7 حروف جر ثابته، تشوف واحد منهم تحط بعده اكوزاتيف على طول. والداتيف بيجي معاه 10 حروف جر ثابته، تشوف واحد منهم يجي بعده ضاتيف على طول. والفاكسل بغيبوزيسيونن اللي هي حروف الجر المتغيرة 9، تشوف واحد منهم مرة هيكون الاسم اللي بعد حرف الجر اكوزاتيف، ومرة تانية هيكون ضاتيف. هفرق ازاي؟ بيقولك اعتمادا على حالة الفعل، اذا كان يدل على حركة او يدل على سكون. وانا هقولك تركاية فيها لما اجي اشرحها لك باذن الله منفصلة، هشرحها لك كده بطريقة منفصلة. انا شرحت لكم حروف الجر الثلاث انواع في الفيديوهات اللي قبل الجراماتيك ده على طول. يعني انت افتح الفيديو، البلاي ليست بتاعت الجراماتيك، هتلاقي انا شارحه لك اكوزاتيف، 7 حروف جر الاكوزاتيف، 7 حروف جر الداتيف، حروف جر الداتيف، وسبع او قصدي 9 حروف جر الفاكسل بغيبوزيسيونن او حروف جر المتغيره، انا شرحتهم. تمام. بس هنرجع نعيدهم تاني، يعني هنمشي معاك واحده بواحده فيهم. دول كده اينس، يعني دول كده واحنا ماشيين في الكورس ان شاء الله، لما نخلص هيبقوا دول اينس. تبدا بعد كده تاخد الحاجات الزياده في الاتس فاي بي اينس بيتس فاي، تبدا تزود. عندك حاجه اسمها ريفلكسيف قانون، ضماير منعكسه هتيجي في الاكوزاتيف وبرضه بتيجي في الداتيف. بعد كده تاخد حاجه اسمها فاكسل بغابوزيسيون اللي لسه انا قايله لك عليها وشرحتها لك، اديتها لك وشرحتها والدنيا تمام. هتبدأ تاخدها برضو مع الأكوزاتيف ومع الداتيف. وآخر حاجة بتاخدها مرتبطة بحالة الأكوزاتيف هي الأديكتيف ديكليناتيون أو تصريف الصفات. يبقى أنت مفعول به اسمه أكوزاتيف وكل حاجة، ولكن لازم تعرف الحالات أو المواضع اللي أنا هحتاج أطبق عليها قاعدة الأكوزاتيف. حلو. طيب، احنا النهارده خدنا البشتمت ارتكل، وهرجع اديهولك باذن الله المره اللي جايه او في الفيديو اللي جاي مع ادوات النكره الام بشتمت ارتكل. ولو ربنا كرمنا ممكن اخلي لك البوسيسيف لوحدها منفصله. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشرح الحاجات دي بالترتيب كده على قد ما ناخد يعني من الوقت، عشان انا عارفه ان الوقت بيوسع شويه، عشان خاطر ايه الشرح يكون شامل كل حاجه. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا. واللي مش فاهم او حاسس ان انا بتكلم بسرعه او حاسس انه في تعبير هو مش سامعه، لو بس ياخد سكرين للحاجة اللي أنا قلتها. هياخد سكرين اللي أنا قلته ازاي؟ ياخد سكرين للكلمة المكتوبة، لو هو أنت مش عارف كلمة مكتوبة أقولها لك، لسه ما اديناش بايشبيلا ولا حاجة أو اكزامبلز أو أمثلة، أو قول لي الدقيقة كام اللي أنا قلت فيها الحاجة وأنا أشرحها لك تاني. عيني على عيني وعلى راسي. طبعا تخرفت التلعثم الكلام ده عشان خاطر احنا صايمين. كل سنة وانتم طيبين أيا كان الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو، كل سنة وانتم طيبين. احنا في رمضان 2026. أحب أنا أسجل الحاجة تبقى بحاجة مميزة ليها، او احب يعني اقول ان الوقت اللي انا سجلت فيه كان فيه ايه. فاسال الله مساءنا ومساءكم وصباحنا وصباحكم، والى لقاء اخر ان شاء الله. واستنوا الفيديوهات اللي جايه.